أشرف حكيمي خدع العالم الكل في هذه اللقطة. كيفاه؟ ركز معايا. هوني حكيمي كان يغزر على الجهة اليمين متاع الحارس. ركز معايا، ركز على البوزيسيون متاع بدنه، داير على اليمين. الحارس بيدو في مخه 100% حكيمي مش يشوت على اليمين، لكن حكيمي غير الاتجاه ولعب له على اليسار. صدقني انا وخدعني مش الحارس. كيف عملتها يا حكيمي؟ لا لا لا، كيف تشوف في الباريس سان جيرمان عطيته الكابيتانا والمغرب عطيته الكابيتانا، تفهم كونه هذا اللي وصلوا حكيمي ماهوش من فراغ. عمناول كيف اخذها افضل لاعب في افريقيا ماهوش من فراغ. هذا حكيمي والله ما شاء الله عليه، لاعب ذكي. تقول لي ركلة جزاء واي واحد يقدر يسجلها، هاو نونو مينديس ضيعها ولا؟ فما لعيبه تضيع، ميسي يضيع بلانتي، مبابي يضيع بلانتي. يعني حكيمي بصفه عامه وجوده ضروري. ان شاء الله نتمنى في كاس العالم انه ضربات الجزاء يلعبها كان حكيمي. وتوا كتبونا في التعليقات رايكم في اداء حكيمي اليوم في الفاينل، ومره اخرى نفكروا كونه حكيمي عادل رقم ايتو في اكثر اللاعيبه اللي عندهم دوري ابطال اوروبا. وبهذا ظهر لي الصداع اللي كان صاير متاع افضل لاعب في افريقيا ظهر لي وفي ظهر لي وفي. وعاش تسمعوا لا محمد صلاح لا غيره. حاليا ورايا الشخصي حكيمي افضل لاعب في افريقيا. وليكم الراي في التعليقات. السلام عليكم يا جماعة. كنا بنتفخر بمحمد صلاح وكنا بنقول الحاجة الوحيدة اللي متفوقين فيها على المغرب محمد صلاح. طب اللي عمله أشرف حكيمي النهاردة ده إيه؟ النهاردة أشرف حكيمي بيمسح تاريخ محمد صلاح وبيصبح أول لاعب عربي وأكثر لاعب عربي تتويجا بالبطولات الأوروبية. يعني الحاجة الوحيدة اللي كنا بنفتخر بيها محمد صلاح جا واحد مغربي شطب تاريخ محمد صلاح. ايه يا مغاربة، جننتونا وحيرتونا وعملتونا الهسهس. النهارده اشرف حكيمي بطل دوري ابطال اوروبا للمرة الثالثة في تاريخه كأكثر لاعب عربي وبيشرف اسم المغرب. اشرف حكيمي عم اظن عمره من عمر محمد صلاح. شوف محمد صلاح مع ليفربول لسه ماشي، واشرف حكيمي لسه بيبني تاريخ مع باريس سان جيرمان. هو ده الفرق ما بين اللاعب المغربي واللاعب المصري. والف مبروك لكل اخواتي المغاربه. يا ابن المغرب ارحم عقولنا يا رجل. اقسم بالله عظمه، تاريخ، جبروت ما يفعله اشرف حكيمي في اوروبا. هذا اللاعب عباره عن تكامل كروي. ما فعله اليوم في النهائي اللسان يعجز عن وصله ما في كلام. تخيلوا معي بس 120 دقيقه كامله من العطاء والمسانده الدفاعيه والمسانده الهجوميه. كظهير صنع فرصتين في المباراه وكان وحش في الكرات الهوائيه، ما خسر اي كره هوائيه تبارك الله. دفاعيا كان حاضر واستعاد الكره 7 مرات ما شاء الله، وهذا العدد ولا اي لاعب من الفريقين قدر يوصل له. اشرف حكيمي ترك بصمه حتى في ركلات الترجيح، اكيد تم اختياره من المنفذين وسجل بكل هدوء وثقه ما شاء الله عشان يحسم لقب دوري ابطال اوروبا الثالث بمسيرته، 1 مع ريال مدريد و2 مع باريس سان جيرمان على التوالي. واتمنى نحسم وصولنا للمليون باسرع وقت. لا تنسوا الاضافه. ما يفعل اشرف حكيمي عباره عن اعجاز كروي بمعنى الكلمه، مسيره مليئه بالانجازات سواء مع الانديه او مع المنتخب. باقي كاس العالم على الابواب. كل التوفيق للمنتخب المغربي واشرف حكيمي، ويبهرونا ويمتعونا مره ثانيه في كاس العالم. لسه الدنيا بتحقق لناس أحلام، وراح لك قلبي يا حبيبي. مسكولة هادي، مسكولة والله تا مسكولة. لاز وين حكيمي عند الشامبيونز ليغ الثالث لاز، وغيلعب في كاس العالم نفسية مرتاحة. المغرب شكرا مع اشرف حكيمي. فيليستاسيون، مبروك مبروك مبروك. تهانينا لك ومبروك. كلمه واش تقدر تقولنا؟ كاسكو تي بو نو دير ما الذي يمكن ان تقوله لنا الليله؟ ميرسي بوكو، شكرا بزاف.
شكرا جزيلا. أنا فخور جدا في الحقيقة بهذا الانتصار. الأمر لم يكن سهلا بالمرة، نحن نستحق هذا النصر، وكذلك شخصيا الأمر لم يكن سهلا، ولكنني سعيد وفخور للغاية بما حققناه اليوم. كلمة عن الجماهير، هذه الجماهير التي جاءت من بعيد، هذه الجماهير التي أتت من بعيد جدا وساندتكم، كذلك كلمة عنهم. لا يمكن أن نضيف أي شيء، انظروا إليهم فقط، أفضل جماهير في العالم، وبفضلهم هم تمكنا من بلوغ هذه المرحلة من المنافسة وفعلنا ما فعلناه خلال هذا الموسم. لحظات صعبة مررنا بها، لكن هم آمنوا بنا ولم يستسلموا، وآمنوا بعملنا وبمجهوداتنا في كل مباراة. أبرزنا إذن فعلا معدننا كفريق، كمجموعة، كنادم، ومرة على التوالي، والحمد لله. تهانينا لك، شكرا. أشرف حكيمي يحتفل بالخريطة المغربية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا. لن نقبل بهذا الشيء أبدا. هذا استفزاز للدولة الجزائرية بعد تتويجه مع باريس سان جيرمان اليوم أمام أرسنال. حكيمي فاز بكل شيء، حكيمي يعني البطولة الفرنسية، كاس فرنسا. ولو كان تشوف هذا اللاعب هذايا حسين، لو كان تبع الإحصائيات تاع حكيمي، شحال عام المقابلة منذ التحاقه في بي اس جي تقريبا يلعب كاع المقابلات. ما عندوش بديل ممكن في باريس سان جيرمان، ملاعب منتظم في المستوى، يعني حتى الاصابات ما يعرفش يتفاداهم، يعني يلعب تقريبا كاع المقابلات. الف مبروك على اشرف حكيمي رابطه الابطال، يعني ما شاء الله حكيمي، يعني الشيء اللي داروا هذا العام يستاهل الكره الذهبيه العالميه، ماشي الافريقيه. الافريقيه راه ما كاينه والو اصلا. لا لي زافريكا ما يفكروش براسهم ما باش يفكروا. مي اشرف حكيمي بقى في الطوب. اليوم هاد لاكاف هذه الا ما داهاش اشرف حكيمي خاص تبلع المقر ديالها وتبلع وتمشي تروح، لانه اليوم لو كان هي تفهم غدوه دير له تكريم وتجيب له كره ذهبيه. صاحبي ما كانش دا البطوله، دا كاس فرنسا، ودا رابطه الابطال هي الكبيره. واش باقي؟ ومازال فيها السوبر ان شاء الله الرابعه، يدي 4 ولا 5 ديال الالقاب. يعني اليوم حكيمي يستاهلها. ما تقوليش ما يستاهلهاش ولا هذيك. شوف شرف بالكره المغربيه، طلع الاعلام ديال المغرب في السماء، يستاهل الكره الذهبيه. السيد يلعب مستوى عالي، هارب على اللعابه الافارقه، هارب بزاف، هارب. هذه حقيقه خص الناس تعرفوا بها. السيد لعب في الانتر مستوى عالي، بروسيا مستوى عالي، جا اليوم باريس سان جيرمان خلى روحه في على بالك لحكيمي رياض محرز ومحمد صلاح تجاوزهم، واليوم على بعد لقب واحد ويعادل ألقاب إيتو كأكثر لاعب إفريقي تتويجا بدوري أبطال أوروبا. لو تفعلها يا حكيمي، لو تفعلها الليلة وتسكر هذا الصداع اللي صاير من فترة. ومحمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا يا خويا. الليلة حكيمي يولي عنده 3 دوري أبطال أوروبا ويسكر لنا ذاك الصداع. شوف يا فرعون، الليلة صدقني راح تبكي بزاف. او شباب، كل التوفيق للمغربي اشرف حكيمي، وما تنساوش شباب تكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة. حظ موفق، السلام عليكم.